واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا من إليه نقصد وأنت وحدك المقصود وإلى من نلتجئ وأنت وحدك الموجود ومن الذي نسأل وأنت الرب المعبود ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الجود اللهم إنا قد جئناك بجمعنا هذا متوسلين وعلى أعتابك سائلين فلا تردنا خائبين واغفر ذنوبنا أجمعين واقبل عذرنا واجعل سعينا مشكورا وعملنا موفورا ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد ولا تدع لنا يا مولانا في هذا المسجد المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته اللهم بارك في أولادنا اللهم بارك في أولادنا اللهم أصلح أحوال
اللهم ارزق أولادنا صحبة الأخيار. اللهم ارزق أولادنا صحبة الأخيار. اللهم ارزق أولادنا صحبة الأخيار وخصال الأطهار وتوكل الأطيار. اللهم متعنا ببرهم في حياتنا. اللهم متعنا ببرهم في حياتنا وأسعدنا بدعائهم بعد مماتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أننا ما صمنا صيام الأبرار ولا قمنا قيام الأخيار، ولكننا نعلم ونوقن أنك أنت الكريم الغفار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين وإلى أعلى جناتك سابقين. واغفر لآبائنا وأمهاتنا أجمعين، واجعلنا من أهل شفاعة سيد الأولين والآخرين. واجعلنا من أهل شفاعة سيد الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين. يا من غمر جوده كل الكائنات، يا من وسع عطاؤه كل البريات، يا من سكن تسبيحه القلوب، يا من ستر بلطفه العيوب، يا من كشف بفضله الشدائد والكروب، يا من غفر برحمته الزلات والذنوب. نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تغفر لجميع موتى المسلمين، ونخص منهم آباءنا وأمهاتنا أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وثبت حجتهم. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لهم. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لهم. اللهم اجعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة أنيسا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا جليس الذاكرين. يا من هو عند حوائج السائلين. يا مجيب دعوة المضطرين. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وزفيرها. اللهم أجرنا من النار وحرها. اللهم اجعلنا ممن لا يسمعون حسيسها. اللهم باعد بيننا وبينها أمدا بعيدا برحمتك يا
يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع القهر عن المسلمين. اللهم ارفع القهر عن المسلمين. اللهم ارفع الظلم عن المسلمين. اللهم ارفع الظلم عن المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. اللهم احجب الفتن عن المسلمين. اللهم أيقظ همم المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ودمر أعداءك أعداء الدين. ودمر أعداءك أعداء الدين. واجعل بلدنا آمنا. واجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر أميرنا. اللهم انصر أمير المؤمنين صدق النبي الأمين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم اجعله لأوليائك معينا وظهيرا وعلى أعدائك سيفا شهيرا. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم بارك في ولي عهده وفي أسرته وسائر شعبه يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم احفظنا بالإسلام راقدين. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قلت وقولك الحق المبين ادعوني